مرحبا بك السيد سليمان. أهلا فيكم. من هو أحمد سليمان؟ أحمد سليمان خبير بالشعر وخبير بالتجميل. ما هو السر وراء نجوميتكم؟ أنا ما بنعتبره نجومية، هو نجاح الحمد لله. النجاح المنتوج اللي عم نشتغل فيه. هذا المنتوج ابتكار جديد، مثل ما حكينا انه بيحل مشكلة العصر اللي هي تساقط الشعر وعدم نمو الشعر ومشاكل الشعر بشكل عام. واول منتوج اللي بيعالج الشعر بيعالج فروة الراس. يعني عندنا هذا المنتوج طبيعي، ما في مواد شيميك، حقق نتائج كثير مهمة. أول ناس نحن بنبتكر هذا المنتوج، وأول ناس بنفحص الشعر، بنشوف شو المشكلة لنحكي بعلاجها، ما بنشتغل بطريقة عشوائية بالنسبة للشعر. كيف جاءت استدعائكم للمشاركة في لجنة تحكيم ملك جمال العرب؟ الحمد لله من بعد الفترة اللي باعتبارها أنا ذهبية بحياتي مرقت واشتغلنا فيها بعلاج الشعر، وكان الصدى كثير كبير. الاشتراك بهيك مسابقة عالمية هي ضروري نكون عم نضوي على نقطة. بعتبر حالي أنا من الأشخاص اللي عالجتها، واللي هي الجمال، خاصة جمال الشعر. أنا بصراحة ما كنت متوقع، يعني ما كان عندي ربط علاقات بالنسبة لهذا الموضوع، بس الحمد لله بسبب النجاح اللي حققناه بعلاج الشعر فرض على اسمي كمرشح أول أكون ضمن لجنة تحكيم مس عرب. بماذا تعد متتبعات برنامج فرشلوك على قناة 9 مارس؟ أنا بوعد المشاهدين أي مشكلة عندهم موجودة بتختص بالتجميل وبالشعر، أنا حكون دائما معهم لأقدم النصائح ونعمل العلاج. مثل ما حكينا إنه المرأة جمال وجمال المرأة شعرها، هيدا بيفرض علي إنه أنا أكون عند حسن نظام النساء. سيد أحمد سليمان، شكرا لك على استضافتك لنا. أهلا وسهلا فيكم، المحل محلكم، وإن شاء الله نشوفكم هم قريبا. إلى هنا انتهت حلقة اليوم من برنامج فرشلوك، في أمل لقياكم في الحلقة القادمة مع خبير الشعر السيد أحمد سليمان، وإلى اللقاء.